ولا تجعله عاده. والله انا شفت ابوي صام، والله الحمد لله انا ابني يصوم الصف الاول، والله ما شاء الله صار 40 سنه يصوم. لا، بدناش عاده، بدنا اعتماد. والاخلاص يفرق ما بين العادات والعبادات. بجيب مثل الطبيب اذا ما ذهب الى عيادته وقال يا رب اسالك اني جئت لاستر على اهلي، اما انا ايضا جئت لاساعد، جئت لأعين. ومن مشى في الناس في جبر الخواطر أدركته رحمة الله في جوف المخاطر. أسعد الناس تكن أسعدهم، تمنى الخير لجارك تجدهم في ذلك. إذا الإخلاص بعجل. أستاذ المدرسة بده يروح يعطي حصة، لو قلنا له اليوم مسؤول التربية والتعليم يجي يزورك، شو يعمل الحصة؟ نموذجية. لا، اعمل الحصة نموذجية لأن الله يراك. الله أعظم الآمرين عليه، الله أعظم الناظرين إليه. إذا الإخلاص يحول المجتمع إلى شيء عظيم جدا. ومن ثم المحامي بيجي عليه شخص بيعرف أن قضيته خاسرة، روحوا تعال روحوا تعال روحوا تعال، كان نص دمه ونص ماله وبعدها قضية خاسرة. إذا كل منا على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يأتين من قبله. واحد الصالحين شبه الدين بجناحي طائر، كلنا نربي حمام وعصافير. هل يمكن للطائر ان يطير بجناح واحد؟ لا يمكن الا باثنين. فعندك شعائر تعبديه وعندك شعائر تعامليه. طير بجناحين، صلي وارحم الناس، صلي واعطي الحقوق، صلي ولا تحرم اختك من الميراث، صلي وكن امين، صلي وكن ذا خلق حسن. إذا شعائر تعبدية وشعائر تعاملية. ومن ثم الأمر الثاني، هذا سمي شهر القرآن. وما نالت ليلة القدر، القدر طبعا راح يجي يوم خاص، إلا من رفعة القرآن. فالقرآن يرفع أقوام ويضع آخرين. عطف فؤادك بالتقى، فالعمر محدود السنين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. كل السعادة في القرآن إخواني. أردنا الدنيا فعلينا بالقرآن، إذا ما أردنا الآخرة فعلينا بالقرآن، وإذا ما أردناهما معا فعلينا أيضا بالقرآن. فالقرآن سعادة الدارين الدنيا والآخرة. ومن ثم الأمر الثالث، في عندنا صلاة التراويح. أنا إمام في مسجد بقيس على مسجدي، على الركعة الرابعة النص مطلق وما يزيد. طب ما في حديث بشجعك، شو بقول لك؟ بقول لك إذا بقيت في قيام الليل حتى ينصرف الإمام فلك أجر قيام ليلة. وفي عندي 3 أحاديث بدعمهن في معادلة رياضية مثل سين صاد، احفظوا معي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، شو النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الثاني، من قام رمضان اللي هي التراويح غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا يا إخوان الصيام قد نتعرض لبعض الشوائب. إذا قيام الليل يجبر، ليلة القدر تجبر.